حلقة جديدة في سلسلة أغرب كائنات الكوكب تأخذنا إلى مخلوقات غريبة. قد هم قد البغل ينهضون صباحا باكرا ليس من أجل العمل لكن ليجلسوا أمام الليسيات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بارك الله فيكم على الاستضافه هذه. نقدم نفسي على كل حال، انا نمارس الجلوس قدام الليسيات. خدمتي نشوف طالبات داخلين خارجين. البدايه والله غير كانت صعيبه بزاف الحق صراو مشاكل بزاف، وكان المدير السي محفوظ الله يرحمه يبيع على العائله تاعي، ولكن الحمد لله لقيت كل الدعم من الناس اللي سبقوني لهذا المجال. المدير درنا له هذه في هذه مع الاساتذه وحاوزناه والحمد لله، ومن ثم كانت الانطلاقه الحقيقيه تاعي. مخطئ من يحصر هذه المهنة في الجلوس فقط. في الحقيقة أنا أعتبر نفسي سيرفايون تاع برا، لأني نشكل دعم للتلميذات، نوجهوهم. قال هذاك الأستاذ مليح، هذاك عيان، نحو لهم الضغوطات تاع القراية في الاختبارات، ولا غير ما نرقدش في الليل. الطالبات يفرغوا لي قلوبهم، اللي يعني يحوزوها نسيو نعاودوا نرجعوها، وبيان سور كي يجيبوا الفاك نوجهوهم في التخصصات، ابري نسلموهم للزملاء اللي يقعدوا قدام الجامعة. بحكم اني جست على اجيال بزاف نقدر نقول لك بلي المهنه هذه تغيرت، ماشي كيما بكري كي كان الزمن الجميل للجلوس قدام الليسي. التلاميذ كانوا رجال باللحيه كنا نقدروهم، بنات الليسي كانوا مزوجات، ماشي كيما تاع دوكا دراري يا خو، موند واحد اخر كامل. باش نقدر نفهمهم لازم نجيري العلاقه العاطفيه تاعي مع الطفله، الماكسيموم تاعها كي تخرج من الليسي لازم تخلص العلاقه، باسكو لازم التجديد باش نعرف العقليه اللي راهي تدور في الليسي. لانه مثلا كاتيا اللي عرفتها في 2023 عقليتها ماشي كيما فوزيه اللي كنت معها سنه 1993. هذا التجديد هو اللي خلاني نعرف كيفاش يخموا. على كل حال الرقم القياسي تاعي اللي اطول علاقه سيتي امينه، اللي نوجهوا لها تحيه على كل حال بزاف. ضربنا 8 سنين كيف باسكو كانت حماره، كانت غير تعاود ومن بعد كي حاوزوها خلاص المكتوب بيناتنا. الحادثه اللي اثرت فيا بزاف كاين واحد حاوزوه، وقفت معاه، بلعت الاستاذ زاد له نقاط، الححت عليهم باش يرجعوه، وبعد عطيت له لي تكنيك تاع الكوبياج. السيد هذا ينجح ولا حاجه كبيره، واليوم راني مخلي له بلاصتي قدام الليسي حاسبه تاع البنات. انا والله كي نشوف انجازات كيما هذوما والله نحس بفخر شديد. هاي لك الاخت نسرين، ارواحي هذه نموذج كانت طالبه لهنايا، واليوم الحمد لله راهي بولادها ام يديروا عليا ايميسيون. عطيناهم كاش كلمه يا حبيبي. لا والله الحمد لله، كان يقادر الحق وكان يحماليه وكان يفلكسيري. سيبو صح سيبو. هذه كوبيها في المونتاج يرحم والديك. من الناحيه الاقتصاديه والله غير الحمد لله المهنه هذه مربحه. وشنو ماشي قدام ليسيات تاع الزواوله، ليسيات تاع لاتشيتشي فيهم الخبزه. يقصدوني اولياء تلاميذ باش نعسلهم ولادهم، باش نجيب الاخبار اسكو راهم يتكيفوا، بيان سور نخلص عليهم، وتلاميذ كذلك اذا شفت شي واحد يتكيف ولا نخلص عليه، سينو نروح نبيع لوالديه. يعني تما كيما نقولوا نخلص منه. بيان سور نقدموا دي زوفر مثلا اللي نعاونوهم باش يخرجوا من السور من اللور على العشره، هذيك عندها سومتها. بيان سور يكونتاكتيوني الاساتذه كيما لي زانفلونسور يديروا بوب في ستوري. انا مؤثر في التلاميذ، قال لي كور تاع اونغلي ملاح عند فلان، دونك نبعث له التلاميذ وندي حقي. الاساتذه ماشي كيما تاع بكري، وين راهم تاع زمان كانوا يقادرونا، غير كيما جازت عليا استاذه دراري كي كانت تقرا في الليسي كانت عندي خبره 15 سنه قدام الثانويه، ما قادرتنيش، شافت فيا خزره عيانه وقالت لي حاشاكم على كل حال، قالت لي قدك قد الحمار مازالك تقعد قدام الليسي. هذا مستوى تاع استاذ. انا اندد بهذه التصرفات. افضل اوقات حياتي سي كي يدق الجرس ويجوا الطالبات مقبلات الي غير مدبرات. بيان سور اصعب الاوقات سي العطله يا خويا. جوستومون نوجه نداء، ماذا بينا لو كان ينقصوا لهم هذيك السمانه تاع 1 نوفمبر، باسكو سي ترو يا العزيز. المير طالبنا له شحال من مره باش يعطينا ابسط الحقوق، قلنا له ديرنا لي بون برك باش نقعدوا فيهم هنايا، دائما يقول لك هم بعد ما كان والو يا خويا. كل يوم راني نجيب معايا طابورين من الدار. انا اطالب السلطات العليا يشوفوا فينا يا خويا، رانا محقورين، لازم نلقاو لنا حل. نحن نطالب بالادماج يا خويا، اما يطبعونا في وزاره التربيه والتعليم ولا يديروا لنا وزاره وحدنا يا خو. انا عندي 25 سنه هنا بلا لاسيرونس، نورمالمون دوكا ما بقاليش الله روترات،
خصوصا كي تشوف الناس اللي سبقتنا لهذا المجال، واخص بالذكر عمي شعبان اللي نطلبوا له ان شاء الله ربي يشافيه، مسكين كي ولا ما يقدرش يجي حتى واحد ما حوس عليه. لو كان ماشي من ذاك رانا نديروا له لمه مع خاوتنا اللي قعدوا قدام الليسيات في ولايات واحد اخرين، لو كانوا ولا قراو اللي كانوا مات. الميساج تاعي لكل السكان، حبيت نقول باللي بزاف ناس عم بالهم الجلوس قدام الليسي حاجه سهله، حبيت نقول لهم باللي سي با فاسيل، لذلك نطالبوا باللي كيما كاين في نهايه السنه جائزه لافضل واحد في الليسي، لازم تكون جائزه لافضل واحد يقعد قدام الليسي برا. وعلى كل حال يا خويا ان شاء الله نحترفوا في اوروبا، لما لا، في قدام كاش ليسي في روما ولا ميلانو، وان شاء الله تتحرر فلسطين. بارك الله فيكم.